السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الذبح في المنام يا جماعة. رؤية الذبح يا جماعة، لو حد شاف في المنام نفسه ان هو مذبوح في المنام او مذبوح في المنام، فده يا جماعة يقع عليه ظلم كبير جدا، هيتوجع جامد، يعني حاجة كده هتزعله للغاية، يعني شدة الألم من شدة الوجع من شدة الظلم اللي وقع عليه لما يشوف نفسه مذبوح والدم نازل منه. زي في مثل عندنا بيقول لك البني آدم موجوع من بينزف دم، من الوجع بينزف دم، فهيبقى يتألم ويتوجع جامد جامد، يعني وجع فظيع، حد هيظلمه ظلم فظيع او هيوجعه جامد. ده يا جماعة اللي بيشوف نفسه مذبوح او مذبوح في المنام. طيب لو شفت نفسك او شفت نفسك بتذبحي حد او انت بتذبح حد، فهيقع ظلم منك عليه، على اللي انت ذبحته، هتظلمه جامد وهتوجعه جامد، وربنا يكفينا شر الظلمات. فراجع نفسك او راجعي نفسك، لو شفت الرؤية دي جاتلك في المنام راجعي نفسك وارجعي الى الله، لانك انت هتبقي ظلمت الشخص ده ظلومة كبيرة ووجعتيه جامد، لانك انت ذبحتيه بعزم ما عندك، وجعتيه بعزم ما عندك او بعزم ما عندك. فده رؤية الذبح يا جماعة في المنام. وبعدين اللي بعد يقولك الدم بيفسد المنام، اطلاقا يا جماعة، الدم ما بيفسدش المنام نهائي او بيفسد الرؤية نهائي. الدم له تأويل كتير، خروج الدم من الجسم، خروج الدم من اي شيء في البني ادم او اي شيء في الجسم له تأويله كتير، فاطلاقا الدم لا يفسد المنام. فدي رؤية الذبح يا جماعة في المنام. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.